اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ناصر كل مظلوم، ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير، واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا. يا رب نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو. النهارده بقى الفيديو بتاعنا تحضيرات ضيافة العيد واجواء العيد. بجد اجواء مبهجة جدا. ان شاء الله ربنا يا رب يجعل ايامنا كلها اعياد. وطمنوني كده عليكم وعلى حبايبكم، وعملتوا ايه في العيد ورحتوا فين، وايه الاجواء اللي انتوا حبيتوها، وايه الزيارات اللي انتوا عملتوها، واماكن الخروجات اللي انتوا رحتوها. طيب، الفيديو بتاعنا النهارده فيديو جديد، وان شاء الله هنعمل مع بعض الضيافه زي ما انتم شايفين. عيد يعني كحك وبسكوت وبيتي فور وغريبه والكلام الحلو ده، وكمان سابليه. انا ابتديت احضر كده السفره. بجد من اسعد لحظات حياتي تحضير ضيافه العيد، سواء العيد الكبير او العيد الصغير. بتبقى اجواء كده مختلفه ومبهجه، وحاجات كلها حلوه، واكيد اكيد معموله بحب. حطيت كده الحاجات، ودي شيلة البسكوت بتاعتي من ايام جوازي، عشان في ناس سألوني عليها في فيديو العيد اللي فات. هي ازاز، شكلها حلو قوي، وهي مربعة كده، وبجد خطيرة، وثلاث ادوار زي ما انتوا شايفين. تحفة تحفة تحفة. انا متجوزة بقالي كتير كتير كتير، مش هقول بقى كام سنة، ماشي. اللهم بارك يعني. بس بجد عمري ولا مرة حسيت ان الموضة بتاعتها ادمت، ولا شكلها اتغير، ولا محتاجة اغيرها خالص. بجد شكلها تحفة جدا. ابتديت كده اطلع بقى شيبسيات وتسالي وحاجات كده ولب. الحاجات دي بتفرح الولاد جدا. عايزه اقول لكم ان انا افتكرت كده في الاخر خالص ان انا اجيب ذره فشار وترمس والحاجات دي وجيلي. عايزه اقول لكم المنطقه عندي حقيقي حرفيا ما كانش في حد فاتح، ولا سوبر ماركت ولا العطار، ولا مثلا بتاع فراخ ولا بتاع لحمه. كله 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 كان قافل. ما كانش في حد فاتح غير بتوع الفسيخ والرنجه، وكمان الصيدليات، حتى بتوع العيش كانوا قافلين، مش عارفه ليه. المهم، فقلت خلاص بقى ملناش نصيب نعمل الحاجات دي، ان شاء الله إن كان لينا عمر نعملها في اي وقت تاني. ابتديت بقى اظبط بقى الحاجات. عايزه اقول لكم يعني كل الولاد بيحبوا الحاجه الحلوه. انا عندي الولاد طلعوا من صلاه العيد قعدوا بقى ياكلوا في بسكوت وكحكه وشاي بلبن والحاجات دي كلها، وبعد كده انقضوا على البسكوتات والشيبسيات والكلام ده كله. طبعا انا مش بجيب الحاجات دي بكميات كبيره كده غير في الاعياد، لاني هي برضو مش مناسبه قوي للاطفال، وطبعا بتخليهم مهيبرين ومش حاجة حلوة يعني. بس بما ان ده عيد، فقلنا نفرح ونفرح الولاد معانا. طيب، رصيت الحاجة كده بشكل لطيف، وابتديت اخليهم كده على السفرة، وكنت مشغلة بقى تكبيرات العيد واغاني العيد والحاجات دي. بجد بتبقى اجواء خطيرة. قولولي بقى مين بيحب السوداني بالشوكولاتة زيي. انا حطيت للولاد حبة كده صغيرين في المنظم ده، وانا بقى خلاص استحوذت على الباقي، لان انا بحبه جدا. وكمان هنا كنت عامله جيلي بالفراوله. ودي كده كانت ضيافه بسيطه للعيد. ربنا يا رب يبلغنا كده رمضان والعيد اعوام عديده، واحنا كده وسط اهلنا وحبايبنا. طبعا انتوا عارفين ان انا في اول رمضان اديت ولاد بوكس كده رمضان يجمعنا، علشان يعني اشجعهم على الصيام واحفزهم. وقلت لكم ان انا كل سنه بعمل فكره جديده. طيب، رمضان خلص بخير وسلامه، والولاد صاموا ال 30 يوم، فحبيت اكافئهم. طبعا العيديه فلوس جديده يا ولاد. وهنا الشهادات دي انا كنت عاملاها السنه اللي فاتت، ومعظمكم حب فكره الشهادات جدا، بس انا كنت طبعاها في المكتبه. انما المره دي انا اشتريتها جاهزه كده يعني. دي طبعا عشان ولاد البناتي بتكون بدل رسمه الولد بتكون بنت، وبيكون لونها بينك. وجبت لهم كمان الفوط دي علشان ياخدوها معاهم التمرين. حجمها حلو قوي، والخامه بتاعتها تحفه، حلوه قوي.
هي حاجات بسيطة على فكرة، بس بتشجعهم وبتحفزهم وبتخليهم بقى متشوقين ان هم يصوموا تاني علشان ياخدوا مكافآت تاني. وبنحبب الولاد في العبادات بحاجات بسيطة قوي، يعني مش مكلفة، بس في نفس الوقت بتخليهم هم متمسكين بالعبادات دي وبتفرحهم طبعا. زي ما انتم شايفين كده جبت لهم المجات دي كمان، لان المجات اللي انا كنت جايبها لهم في بداية رمضان هم حبوها قوي قوي، فقلت اجيب لهم كمان مجات يغيروا كده فيها يعني. هم الحمد لله صاموا رمضان كله وكان يعني عندهم إرادة كده وعزيمة، فدي كانت مكافأة بسيطة مني ليهم، فجهزت لهم المكافأة البسيطة دي وهم ما يعرفوش عنها أي حاجة. فابتديت يعني أجيب الحاجات دي واحدة واحدة وجبتهم هنا كده علشان أفرحهم. بصوا بقى آسر ودي هنا بقى اديتهم الشهادات. طبعا انا بس الشهاده هي بتكون مطبوعه، انا بس كتبت عليها الاسم والتاريخ والامضاء بقى بابا وماما وقلب وحركات حلوه كده. مش مهم نفرح ولادنا بحاجات كبيره، يعني اوقات الحاجات البسيطه دي يعني بتبقى لمسه حنينه كده وبتبقى حاجه حلوه، الولاد بيفرحوا بيها وبيتبسطوا بيها جدا. انا مش عايزه اقول لكم يعني بجد هم فرحوا جدا جدا بالهدايا دي، قعدوا يحضنوني ويبوسوني ويقولوا لي شكرا يا ماما. ربنا يا رب يخليهم ويحميهم ويحفظهم ويبارك لكم في أولادكم. بعد ما خلصنا بقى العيدية والعيد والحاجات الحلوة دي، ابتدينا بقى نحضر الأكلة الرسمية بتاعة الشعب المصري كله يوم العيد، فسيخ ورنجة. طبعا انا جايباهم مخليين ومتنضفين وزي الفل زي ما انتم شايفين. هما كده الولاد كانوا يعني خرجوا، فانا هاكل فسيخ ورنجة لوحدي. اللحظة دي لحظة حاسمة، فلازم اكل كده بروقان. انا ولادي ليهم في الرنجة بس مش بيحبوا الفسيخ، فهم كده كده كانوا خارجين وهيجيبوا اكل معاهم من بره. فانا بقى ايه، قلت استغل الفرصة وجبت حاجات على قدي، حاجات صغننة، لان برضو الحاجات دي مش حلوة عشاني، لان انا اللهم لك الحمد والشكر الضغط بتاعي عالي، فالحاجات دي برضو بترفع الضغط، فانا بجيب بقى كده حاجات بسيطة يعني. المهم ده فسيخ ورنجة، وجبت معاهم علبة طحينة وقطعت بصل. طبعا السفرة دي يعني ايه لازم تكمل بقى بالحركات اللي حواليها دي. ومش هننسى طبعا طبق بطاطس محمرة كده فظيعة، وطبعا عيش، فسيخ ورنجة يعني عيش. بس وزينتهم كده بالليمون، ليمون كتير بقى يا ولاد، كتير كتير بقى على قد ما تقدروا. قولوا لي بقى مين بيحب الفسيخ والرنجة؟ انا مدمنة فسيخ ورنجة، يعني بجد بحبهم قوي. المهم قعدت كلت كده واتبسطت واستجميت، وبجد كانت اجواء تحفه. خلصت اكل من هنا، لقيت الولاد داخلين وجايبين بافلو برجر. اسكت؟ اكيد لا طبعا، يعني خلاص هم الولاد قالوا لي يا ماما احنا جبنا لك اكل، بس كده ناكل مع بعض يا حبايبي. ما هو خلاص كده كده الدايت في ذمه الله، احنا عكينا الدنيا في رمضان كله وفي العيد، فخلاص هي كده خربانه خربانه. المهم جابوا برجر، هم عارفين ان انا بحب البرجر فراخ، وهم جابوا ليهم هم برجر لحمه. انا عندي اسر واياد بيحبوا بافلو جدا، وانا كمان بصراحه بحبه قوي. المهم قعدنا واكلنا مع بعض واتبسطنا بقى. لان بصوا انا مش عارفه كان ايه اللي حاصل لي في العيد، كنت عماله ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انام اقوم اكل وانام تاني بس. اكيد كلنا كده الساعه البيولوجيه بتاعتنا كانت متلخبطه بقى في رمضان، عشان كنا بنسهر للسحور وصلاه الفجر والتراويح والحاجات دي كلها لخبطتنا. وكلنا خارجين من رمضان مش متظبطين وبننام برضو كتير ومش قادرين نعمل اي حاجه من المهام اليوميه يعني اللي مطلوبه مننا. فان شاء الله واحده واحده الدنيا هتتظبط وهنرجع احسن من الاول. كده خلاص ظبطنا الاكل وقعدت انا والولاد اكلنا والحمد لله. وبعد ما اكلنا حبيت اعمل بقى حاجه حلوه، حاجه حلوه وسريعه وفي نفس الوقت حلوه جدا جدا جدا، وانا عملتها معاكم قبل كده. عملت طاجن ام علي خطير، طاجن ام علي بالقشطه، رهيب رهيب بجد يا بنات. بصوا لونه ولا جماله ولا ريحته ولا طعمه، بصوا بجد حلو جدا. انا عملت معاكم قبل كده طاجن ام علي بخطوات سهله، والفيديو موجود على القناه تقدروا ترجعوا له. انا ما حبيتش اعيد الفيديو تاني، حبيت كده ناخد مقتطفات من اليوم علشان اشارككم اجواء يوم العيد. قولولي بقى مين بيحب ام علي؟ هي تحفه تحفه جدا، كان لسه طالع بقى من الفرن وريحته خطيره.
والوش كده متحمر وجميل. اكلت ونمت وصحيت بقى خلاص انا عايزه اكل تاني يا جماعه، في ايه يعني، لازم نشحن بقى. فقلت بقى هعمل كوبايه شاي بلبن وهعمل معاها كحك وبسكوت. حد يقول لي ايه متلازمه الشاي بلبن معايا اليومين دول؟ هقول لكم انا مش عارفه، انا ما كانش ليا في الحاجات دي ومشيت في السكه دي ولقيت الحمد لله يعني. دي كانت الأجواء البسيطة بتاع يوم العيد. أتمنى يا رب يكون كلكم قضيتوا عيد سعيد وأجواء لطيفة. آه، أنا شاركتكم مقتطفات بسيطة، وإن شاء الله هنحاول ننتظم بقى مع بعض كده في الفيديوهات. ادعوا لي نرجع بقى للنشاط ونستعيد الشغف تاني. إن شاء الله الأيام اللي جاية هنظبط مع بعض حاجات حلوة كتير. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف كده على قلبكم. ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات قضيتوا العيد بتاعكم فين وعملتوا ايه. شاركوني بقى الاراء بتاعتكم، وكمان اكتبولي عايزين الفيديوهات الجاية تكون عن ايه. وقولولي بقى انتوا بوظتوا الدايت كده زيي وخربتوها في رمضان والعيد، اكل وشرب وحلويات ولا ايه؟ بس ان شاء الله آه، اكيد الفترة اللي جاية هنظبط مع بعض ونرجع بقى تاني ناكل اكل هيلسي ومنبوظش الدنيا. لحد هنا الفيديو خلص، تنسوش تعملوا لايك وشير. باي باي.